ليه يا جدعان مفيش تفاعل؟ لازم يكون في تفاعل عشان نقدر نكمل في القناة. يلا نكمل الفيديو. دلوقتي لو انا قلت ان هو اتخطف، ممكن يقعدوا يدوروا عليه مش هيلاقوه وبس هيتعبوا على الفاضي. بس لو انا قلت اللي انا اكلته، ممكن يعني يزعلوا مني وما يكلمونيش تاني. اول حاجة اجرب الحل الاول، تاني حاجة اجرب الحل التاني. ده اللي انا هعمله، ولو نجحت منهم واحدة يبقى انا كده في الامان والسليم. يلا بينا. يا جماعة الحمار اتخطف. انا كان قلبي حاسس انه اتخطف، معرفش اتخطف راح فين. ازاي اتخطف؟ ده كان من اعز صحابنا، كنا بنحبه جامد وكان بيحبنا. ده احنا كنا بنحبه وكان بيحبنا وكان بيساعدنا. لازم ندور عليه. موافقين يا جدعان؟ احنا موافقين. طب يلا بينا يا جدعان. يا جماعة في حد لقى الحمار؟ لا، ما لقيناش الحمار، حتى احنا دورنا في كل حتة. يا جماعة ينفع اقول لكم حاجة؟ قول انت لقيته ولا ايه؟ لا، ما لقيتش الحمار، بس بصراحة كده يعني انا اكلت الحمار وكنت خايف ان اقول لكم عشان ما تزعلوش مني، عشان انا كنت حاسس ان انت هتزعلوا مني، ما عشان كده ما قلتش. وكمان كتبت عليكم وكنت بحور عليكم عشان يعني ما تزعلوش مني. وانا اسف على اللي انا كتبت وما قلتش الحقيقة. مش يا ملك الغابة، كده كده مش زعلانين. حتى لو انت قلت لنا مش هنزعل. قول الحقيقة. ليه بتكذب؟ احنا زعلانين منك عشان انت كدبت. ليه؟ واحنا مسامحينك، بس ما تعملش كده تاني. ما تكدبش يا ملك الغابة، الكذب وحش. انت عارف اخرة الكذب ايه يا ملك الغابة؟ وحش جدا جدا جدا. حرام عليك، ربنا ممكن يوريك يا ملك الغابة. ما تكدبش تاني، ينفع يا ملك الغابة؟ واخرة الكذب حرام. انا اسف ومش هعمل كده تاني، ينفع تسامحوني؟ يا صحابي لو انتوا عايزين اللي احنا نسامحه، اعملوا لايك واشتركوا في القناة عشان نسامحه. اوكي؟ وعايزين شوية تفاعل عشان نقدر نستمر في القناة، لاني انا بتعب في الفيديوهات ومش بيجيلي مشتركين. سلام. شكرا لكم اللي انتوا بتشتركوا في القناة.